ليه الراجل بيتغير بعد ما العلاقة بتقوى؟ التغيير بعد ما العلاقة بتقوى ده بيحصل مع ناس كتير قوي، ومش معناه دايما إن ده قلة حب منه أو زهق. في كذا سبب ممكن يخليه يتغير. هقولك الأسباب الأكثر شيوعا كده وبشكل بسيط. ممكن نقدر نقول إن الراجل لما بيحس بالأمان بيهدى. بمعنى إيه؟ هو في الأول بيبقى داخل كده مجتهد ومتحمس في أول العلاقة وكل ده عشان خاطر يكسبك، لكن بعد ما بيكسبك بيحس بعد كده اللي انتي فعلا معاه، فبيبتدي يقل مجهوده شوية بشوية. ده مش لأنه بطل يحبك، ده لأنه مطمن. تاني حاجة ممكن نقول الضغط والمسؤولية. لما العلاقة بتبقى جد الراجل بيبدأ يفكر أكتر في المستقبل، في الفلوس، في الالتزامات. القلق ده ساعات بيخلّيه اللي هو ينسحب أو يقلِّل كلامه، اللي هو كده يقعد في الكهف بتاعه. تالت سبب، الراجل نَفْسه مش بيقدر بيعبّر عن نَفْس طريقة الحُب اللي بتعبّر بيها السِت عن الحُب. بمعنى إيه؟ في بداية العلاقة تلاقي الرجالة رومانسية جدًا، بعد فترة تلاقيه بيتحوّل لعملي، لمّا بيتعوّد عليكِ، لمّا بيألفِك، لمّا بتقدموا يعني مع بعض شوية. هل معنى كده اللي هو ما بيحبكيش؟ لأ، هو اتحوّل من رومانسي لعملي، هو بيحبِّك نَفْس الحُب بس على طريقته هو بقى. سبب من الأسباب برضه اللي بيخلّي العلاقة بعد ما بتقوى اللي هي بتضعف، اختلاف طبيعة التعلُّق. بمعنى إيه؟ إن في أشخاص بيبقى شخص اجتنابي، ده نوع من أنواع الشخصيات. أول لمّا العلاقة بقى بتبدأ كده تبقى قوية وتبقى جميلة ويبقى فيها تفاصيل حلوة والحب كده يبقى فيه يعني يبقى فيه شِدّة ويبقى فيه تواصل كده جامد أوي، ساعتها بقى هو بيبدأ يقلل من التواصل. ليه؟ عشان يحافظ على مساحته، لإنه بيبقى خايف من اللي هو يتعلق عايزة أقول لِك يعني إن مش دي نهاية العالم، يعني أنا جاية أطمنِك وأقول لِك إن ده بيبقى طبيعي جدًا، إن العلاقة لمّا بتستقر الحماس الأولاني ده بيهدى، وده طبيعي فعلًا، يعني طبيعي جدًا، بس هو المقياس بتاعنا إن المهم يكون في وجود اهتمام ثابت. بس مش لازم بنفس الشرارة أو بنفس الحماس الأولاني اللي هو بيبقى في أول العلاقة. في سبب تاني هو ممكن يظهر إنه غريب شوية ولكن هو موجود. في بعض الرجالة كده بيحبوا يعملوا اختبار. الاختبار ده اللي هو إيه يعني يخففوا اهتمامهم شوية. يعني عشان يشوف ردة فعلِك، هل أنتِ مثلًا هتجري وراه، هل أنتِ مثلًا هتلومي عليه، هل أنتِ هتشكّلي عليه ضغط، يعني هو بيبقى عايز يشوف ردة فعلِك يعني. هو ده مش حاجة صح على فكرة، بس هو بيحصل يعني، فإحنا بنتكلم بلغة الواقع. طيب إمتى أبتدي أقلق من إن التغيُّر دوًّا، يعني إمتى أقول أنا قلقانة من التغيُّر ده؟ لو بطّل يهتم خالص، ده بقى واحد كبّر دماغه، لو في برود واضح ومزمن، لو بقى مثلًا يتلكك لِك على الصغيّرة كده ويعمل من الحاجة الصغيّرة خناقة كبيرة ومشكلة كبيرة، أو يبتدي يلومِك بزيادة أو يعاند معاكِ أو يهرب من أي حديث أنتِ بتتكلمي فيه، يكون حديث طبعًا بشكل يعني عن المستقبل وهنعمل إيه، أو بقى يختفي كتير أوي بس بدون سبب، اللي هو رجع من غير سبب، لأ هو عايز يختفي ويرجع من غير سبب. لا عنده مثلًا شغل ولا عنده حاجة، هو اختفى ورجع كده بيختفي كتير يعني مش يوم أو 2 لأ، لأ بيختفي كتير، بيختفي كتير وبيرجع من غير سبب. ده بالنسبة للصورة العامة يعني. طبعًا الموضوع ده بيكون ليه أسباب نفسية كتير أوي. هاقول لِك السبب وهاقول لِك حلُّه. يبقى الموضوع ليه أسباب نفسية، من أهمها إن في رجالة بيبقى عندها خوف من فقدان حريته. بمعنى إيه بقى؟ يعني هو بيبقى واخد فكرة كده غلط أو فكرة مثلًا من زمايله أو من صحابه أو من المجتمع أو من الأفلام، إن الزواج بقى وهاتحط مثلًا في قفص الزوجية وهيبقى مش عندي مساحة وهاتحبس وهاتقيد، فبيبتدي يخاف، فبيبتدي يبعد علشان يحس إن هو لسه حُر. في نوع تاني من الرجالة بيبقى عنده خوف من الرفض، اللي هو أول لمّا بيحب بجد بيبدأ يخاف. فلمّا بيخاف بيقل اهتمامه أو يعني زي ما بنقول بينسحب زي ما قُلت لكم أو بيروح كده للكهف بتاعه. ليه؟ لإن هو مش قادر يتحمّل فكرة إنه ممكن يتجرح. في سبب تاني تشبُّع العاطفة، يعني أنتِ شخص معطاء جدًا بيقعد يدّي في العلاقة كتير، 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 فهو مش متعوّد على الكمية الكبيرة من العطاء العاطفي والمعنوي الزيادة ده، فبما إن هو مش متعوّد على كده فبتحصل له عملية تشبُّع، فبعد فترة بيبدأ يبرد بقى. في سبب تاني وهو نمط التعلُّق، طبعًا لو هو تعلُّق تجنُّبي
هتلاقيه بيعمل الآتي: لمّا بيحس بقُرب شديد بيخاف، لمّا بيخاف بينسحب أو بيثبت وجوده لكن بدون قُرب كبير أوي. يعني إيه، تلاقيه كده يكلمِك على فترات كده، مش قريب أوي زي أول العلاقة. وممكن في نوع تاني برضه تبع اللي هو النمط اللي هو التعلُّق التجنُّبي، اللي هو بيكون كويس جدًا معاكِ، كويس جدًا، 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 وبعدين تلاقيه يختفي فجأة مرّة واحدة. ده بيبقى نمط نَفْسي، ما بيبقاش دايمًا طول الوقت سوء نيّة، أو مش دايمًا إن الشخص ده بيبقى وِحِش. لو هو من النمط التعلُّق التجنُّبي وانسحب، التعلُّق التجنُّبي ده اللي هو بينسحب، لو هو انسحب النصيحة أو الحل إياكِ والإلحاح، إياكِ، إياكِ والإلحاح. اوعي بقى تبعتي له مثلًا تقولي له: أنت ما بتردّش عليَّ ليه، أو إزيك، أو رسايل كتير، لا، 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 لأ، انسي الكلام ده خالص. لمّا يرجع بقى استقبليه طبيعي خالص، بدون محاسبة شديدة، بدون عتاب شديد. ليه بقى؟ لإن هو بيعمل زي rest كده. يعني هو بياخد راحة كده للجهاز العصبي بتاعه. أمّا بقى لو عنده ضغط نفسي، فعايزة أقول لِك إن الرجالة غالبًا تحت الضغط بيفضّلوا الهدوء. يعني ما يحبش إن أنتِ تقعدي تسأليه أسئلة كتيرة زي مالك واحكِ لي والكلام ده، لأ، خلّيكِ موجودة بس من غير ما تضغطيه. بمعنى إيه؟ من غير ما تسأليه، من غير ما تبعتي كتير. أنتِ ممكن مثلًا تبعتي له جملة بسيطة خالص، يعني مثلًا تقولي له لو محتاج مساحة فبراحتك أكيد وأنا موجودة لمّا تحب. الجملة دي وتسكتي. الجملة دي ليها تأثير السحر كده، اللي أنتِ مهتمة وفي نفس الوقت مش بتضغطي، مش بتبعتي رسايل كتير. فأنتِ في اللحظة دي لازم تقاومي الملل. بمعنى إيه؟ تبعتي مثلًا رسالة لطيفة غير متوقعة، غيّري في طريقة الكلام، أو حتى تقللي التواصل مثلًا، تقللي التواصل يومين 3، يعني بحيث يبقى في تغيير، لإن التغيير ده هو اللي بيخلّي العلاقة تكون منتعشة وتقوم من جديد. في خطوات عملية بقى محتاجة أنتِ تعمليها مع نفسِك. أول حاجة، لو أنتِ الشخص المعطاء اللي دايمًا بيتصل، اللي دايمًا بيبادر، اللي دايمًا بيبعت، أنا مش هاقول لِك بطّلي تعملي ده، بس هاقول لِك أنتِ الموضوع ده بيخلّيه يتقفل أكتر من الأول. فأنتِ خفّفي، خفّفي خالص يعني، بس مش تختفي. يعني تخفّفي بس مش تختفي ولا تعملي بلوك ولا أي حاجة. فلو أنتِ اللي بتبادري بطّلي تبادري، لإن ده بيقفله أكتر. الخطوة التانية، حاولي ترجّعي البداية، بضحك أكتر، بردود أخف، يعني بغموض بسيط، ما تتكلميش عن تفاصيلِك وتفاصيل التفاصيل لأ. خلّيه دايمًا هو اللي يفكّر، يعني يقعد يفكّر كده فيكِ، يفكّر في التفاصيل. لإن حتّة الغموض البسيط ده بيخلّي عنده كده إن عقله يشتغل كده، لإن بيحسّسه إن أنتِ مش مضمونة 100%. في خطوة تالتة اللي هي الحدود الناعمة. يعني إيه الحدود الناعمة؟ يعني أنتِ مثلًا في سلوك هو بيعمله بيزعّلِك، أنتِ مثلًا بدل ما تخشّي تعاتبي وتزعّقي، لأ، قولي له بهدوء: أنا مرتاحة لمّا يكون تواصلنا يكون واضح، لو بتحس بضغط قُل لي، وتسيبيه. لا أنتِ هنا بقى، لا أنتِ عملتِ نقد، ولا أنتِ دخلتِ في هجوم. فبالتالي هو لمّا يهدى هتشوفي النتايج أحسن من إن أنتِ تهاجميه أو تنتقديه أو كده. والخطوة الرابعة والأخيرة ودي مهمة جدًا، اشتغلي بقى على حياتِك بقى. ده هيبقى أكبر محفز، هيخلّي حياتِك أنتِ أحسن، وهيخلّي علاقته بيكِ أفضل. خلّيه يشوف اللي أنتِ عندِك حياة مستقلة، اللي أنتِ حياتِك مش واقفة عليه. بمعنى يعني إحنا كبنات عاطفيين جدًا. ممكن مثلًا في الخطوبة تكوني مثلًا أنتِ ليكِ كذا نشاط بتعمليه، عندِك شغلِك، جيمِك، صحابِك، الجيران، تقومي أنتِ تفضّي كل الوقت ده كله وتركّزي معاه هو. فبالتالي هو بيحس بالضغط إن كل الوقت ده بقى عليه هو بس. فأنتِ خلّيه يشوف اللي أنتِ يبقى عندِك حياة مستقلة، وده فعلًا مش تمثيل، أنتِ فعلًا خلّي ليكِ حياة مستقلة. ما تحسسيهوش إن الدنيا واقفة عليه هو بس، عشان ما يحسش إنه مضغوط. هتقولي لي مثلًا: أنا عملت كل ده بس أنا باحتاج اللي أنا أواجهه. طيب إمتى بقى تواجهيه؟ لو التغيُّر ده واضح جدًا، واضح ومستمر، ومش بسبب ظروف خارجية بقى. يعني ما يكونش بسبب مثلًا أهله ولا شغله، مش مجرد فترة، لأ، ده هو ابتدى يبقى مستمر بقى معانا لفترات طويلة. التغيُّر الواضح ده بقى مثلًا أبسط كلمة يعمل عليها مشكلة. يبقى إحنا هنا هنبتدي نواجه، بس بأسلوب ناعم، بأسلوب هادي. تقولي له مثلًا: حاسة في تغيُّر مثلًا بسيط، كل اللي يهمني، أو تغيير بسيط مثلًا في شخصيتك أو في أسلوبنا مع بعض. أنا بس كل اللي يهمني إن إحنا نفهم بعض أكتر. في حاجة مضايقاك؟ من غير ضغط، يعني بشكل سؤال كده، كأنِك بتناقشيه، من غير ضغط، من غير ما تهاجميه.
ومن غير ما يحس اللي هو بيتلام يعني، يبقى أنتِ زي منطقة الراحة بالنسبة له، لإن أنتِ بتبتعدي عن اللوم وعن العتاب، ودي كانت كلمة من قلبي ليكم، أشوفكم في حلقة جديدة، سلام.